فرز أول وفرز تاني وأنواع وشركات وليلة كبيرة أوي. أنت محير نفسك ليه في كل ده؟ تعال أقول لك. تعال. عاوز تعمل أرضية شقتك؟ سهلة، أشرح لك واحدة واحدة. الموضوع أسهل مما تتخيل. اسألك في الأول سؤال لازم تجاوب عليه. أرضية شقتك أنت عايز تحط فيها سيراميك ولا بورسلين؟ أكيد محتار بين الجودة والسعر، وفعلا الاتنين بينهم حيرة كبيرة وفرق سعر أكبر. وكل ما الجودة تعلى السعر كمان بيعلى. بس متخيل إن أنت ممكن تعمل أرضية شقتك بسعر قريب من سعر البورسلين بس رخام؟ يعني هتاخد قيمة وجودة مقابل فرق سعر بسيط. غير بقى ان الجمال والاشكال اللي على الرخام طبيعية، مش مع الزمن تتغير وتروح وتطفي، وساعتها مش هيبقى فيه غير حلين. الاول انك تفرش كل ركن في شقتك سجاد عشان تداري بهتان الوان السيراميك، والتاني انك تكسر وتغير، وده بتكلفة جديدة بحسب سعر اليوم. يبقى من الاول خليك في الطبيعي واختار الرخام اللي حرفيا بيعيش 100 سنة. ولو عايزني اساعدك ابعت لي رسالة وهتواصل معاك، بدل ما تفضل في الحيرة دي وعمال تسأل نفسك